السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد. هنعمل مع بعض شوربة الجمبري وشوربة السي فود بالكريمة اللباني. بس الكريمة اللباني هنكون عاملينها في البيت. هقولكوا على الطريقة بتاعتها دلوقتي. اول حاجة احنا قشرنا السمك كويس وغسلنا الراس بتاعته ونضفناها كويس، وخدنا الراس بتاعته وشوحناها بمعلقة زبدة او معلقتين زبدة لحد ما خدت اللون الذهبي ده. بعد كده بننزل عليها بطماطماية كبيرة متقطعة وبصلاية كبيرة متقطعة وفصين من الثوم وحبهان ومستكة وورقة اللوري، ونشوحهم مع بعض على النار. بعد كده ننزل عليهم بالمية بتاعتنا، تكون مية سخنة او مغلية، ونسيبهم على النار لمدة 10 دقايق، ونحط لها الملح والبهارات بتاعتنا، فلفل وكمون، ونسيبها على النار لحد ما تبدأ تنزل الشوربة بتاعتها كده، يعني مش اكتر من 10 دقايق. بعد كده نيجي للجمبري بتاعنا، احنا نضفناه كويس وغسلناه بملح وليمون وطلعنا منه حبل الرمل ده. بعد كده هنجيب بقى حلة على النار وفيها برضو معلقتين من السمنة، ونبدأ ننزل بالجمبري بتاعنا لحد ما ياخد الصدمة بتاعته ويدينا اللون الاورنج البرتقاني ده، ونشوحه كويس على النار مع حبهان ومستكة ولوري برضو. هنعمل دلوقتي بالكريمة اللباني شوربة السي فود. هقولكم على الطريقة. انا حبيت اعملها في البيت لان هي بره غالية جدا، العلبة 140 جنيه. بعد ما الجمبري خد اللون بتاعي، هننزل عليه بشوية من الشوربة بتاعتنا اللي هي بتاعت الجمبري. شايفين بقى لونها ذهبي ازاي، ما شاء الله وجميلة. ونسيبه حوالي 3 أو 4 دقايق على النار، مش اكتر من كده عشان الجمبري ما يتهريش معانا. بعد كده هننزل عليه بالكريمة اللباني بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، وهي عبارة عن نص كيلو من اللبن ومعلقتين دقيق ومعلقة من النشا ومعلقة من الزيت، ونقلب الدقيق بالنشا على الزيت، نقلبهم في بعض وننزل بيهم على اللبن وهو بيغلي على النار، ونقلب فيهم لحد ما تاخد القوام بتاعنا المطلوب. وممكن تضيف عليها معلقتين من القشطة لو عندك قشطة، وممكن لو عندك كريمة لباني تضيفي عليها شوية عليها برضو، هتديكي نفس الطعم ونفس القوام بتاع الكريمة اللباني بالظبط. ونسيبه على النار الجمبري لمدة دقيقتين ونطفي عليه، يكون كده استوى معانا الجمبري، وهنشوفه في اخر الفيديو. بعد كده بقى تعالى نعمل مع بعض الرز بتاعنا، رز بشوربة الجمبري. حمرنا بصلاية على النار وضفنا عليها 1.5 كوباية من شوربة الجمبري عشان الرز يبقى لونه ذهبي معانا. احنا مش عاوزين رز صيادية، احنا هنعمله رز بشوربة الجمبري، هيدينا طعم وريحة جميلة جدا. وزودنا الشوربة بشوية مية، حوالي 1 كوباية او على حسب كمية الرز اللي انت عاملاها. طبعا شوربة الجمبري بيكون فيها كل البهارات وملح وكله. ونسيب الرز بتاعنا لحد ما يتشرب اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده نقلي بقى السمك بتاعنا البلطي برضو جنب الجمبري، طبعا انتوا عارفين الطريقة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك للقناة وقولوا له رأيكم في الفيديو، وبألف هنا وشفا للي هياكل. طبعا شايفين الرز بتاعنا لونه ذهبي ما شاء الله جميل ازاي، مش باين فيه لا بصل ولا اي حاجة. ودي بتكون شوربة السي فود بتاعنا، طعمها روعة 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 بجد. يا رب تعجبكم وجربوها، وما تنسوش تقولوا رأيكم فيها طبعا. وبنضيف عليها برضو حبتين او عودين من الكزبرة الخضرا كده، بتديها طعم وريحة لو انت حابة.